يا مساء الفل او صباح الفل، ايا كان بتسمع الفيديو ده امتى. طبعا انا وحشتك، صح؟ وحشني يعني اكيد وحشتك يعني. ما انا غاب عنك ادي يومين مثلا او حاجه زي كده. عارف عارفك متضايق مني من الكلام اللي بقوله، بس استحملني يا عم. ما انا بتوقع لك امتحانات اهو، ومعدلك ومظبط لك الدنيا يعني. فاستحملني بس. تمام، استحملني. طيب. بالنسبة للامتحان، ماس 1 وماس 0 والسي اس، فحرفيا التلات امتحانات يعني ما كانش فيهم حاجة صعبة. تمام، يعني واسهلهم ماس 1 وماس 0. السي اس لحد ما كان فيه اسئلة في الام سي كيو، كانت يعني لحد ما صعبة. بس تلات امتحانات عدوا وما تراجعش فيهم حاجة، واللي عدى عدى. ما تراجعش طالما عملت اللي عليك. النتيجة مش بتاعتك بقى. تمام. فاللي هو بقى، آه انت بتعمل عليك بقى والنتيجة مش بتاعتك، فما تشغلش بالك كتير ان انت تقعد تراجع وما تراجعش. تمام. في نقطة تانية عايز اقولها. آه اللي محتاج الشرح يسمعه. انت مش محتاج الشرح، ومش محتاج بي دي اف بتاعتي، ومش محتاج اي حاجة من بتاعتي. ما تسمعش وما تاخدش، لكن ما تطلعش كل شوية. يعني تطلع لي مثلا، يعني مثلا وانا بشرح قايل في البي دي اف يا جدعان دي مكتوبة مني سهوا نعدلها. ما تاخدش انت البي دي اف وما تكونش سمعت الفيديو وتقعد تقولي ده انت بتحل غلط وبتعمل غلط وهتضيع الدفعة. انا مضيعش دفعة. امتحان الماس زيرو وامتحان الماس وان، وامتحان السي اس برضو كمسائل والكلام ده اللي انا كنت منزله. يعني انا مفيش حاجة ما قلتهاش ما جاتش. الامتحانات بالارقام انا كاتبها لكم في ورقة وجت زي ما هي. فحتة ان انا اضيع الدفعة دي مش عندي. من غير يعني ما تبوظ صورتي ومش عارف ايه. انت مش لازمك شرحي وبي دي افاتي ما تاخدهاش يعني. ليه يعني؟ احنا مش خناقة مدرسين ولا خناقة. انا طالب زيك يعني. مش يعني انا مش ربنا فممكن اغلط عادي يعني، انا انسان. فاللي هو يعني ما تبقاش انسان مريض. معلش يعني. انت مش عايز شرحي، مش عايز بي دي افاتي، ما تاخدش مني حاجة او ما تسمعش مني حاجة. تمام. معلش لو كنت غلطت في النقطة دي، بس كان لازم اتكلم فيها. طيب، انا عندنا في الفيزيكس عندنا 5 شباتر. تمام. عندنا شابتر 1 وشابتر 4 وشابتر 5 ما ايسرهم يعني. سهلين جدا. شابتر رقم 2 وشابتر رقم 3 الى حد ما، يعني الالفاظ اللي فيهم في حل المسائل بتوقع ناس كتير، فهيبقى محتاجين منك شغل. لكن شابتر 1 و4 و5 حرفيا اتفه من بعض. واتفهم هو شابتر 1. شابتر 1 انت بتحفظ، ما بتعملش اكتر من كده. يعني مثلا شابتر 1 لو عليه 10 درجات، حرام تضيع فيهم ربع درجة. ربع درجة حرام تضيعها منه. لانه شابتر حفظ مفهوش يعني، مفهوش اللي انت بتقعد تفهم وتعمل، لا حفظ. فيلا نبدأ. يلا. شابتر 1 بيتكلم عن مقدمة في الوحدات والأبعاد Introduction to Units and Dimensions، يعني الوحدات والأبعاد. طيب هناخد الوحدات الأساسية، الفاندمنتال كوانتيتيز. أنا عندي 3 وحدات أساسية اللي هما ايه؟ اللينس والماس والتايم. يعني ايه لينس؟ يعني طول. يعني ماس يعني كتلة. يعني تايم يعني زمن. طيب اللينس بنقوله في صيغة الأبعاد بتاعته ال، الماس ام، التايم تي، ده الاختصار بتاعه. طيب وحدة القياس بتاع اللينس المتر، الماس كيلو جرام، التايم، التايم بنقول ثانية. فاللي هو عندك كده يعني تمام. 3 حاجات زي الفل. طيب معلش نكمل بس عشان الصوت فصل، فرجعت عملت الفيديو تاني. طيب انا قلت لك ان اللينس والماس والتايم، قلت لك لحد يعني وقفنا لحد هنا. طيب نكمل. بعد ما انت عرفت ال3 وحدات الاساسيه اللي عندك، الفصل ده بعد كده بيديك وحدات مشتقه. الوحدات المشتقه اللي عليه يعني يديك القانون
والوحدة بتاعته وصيغة الأبعاد. قانون وحدة صيغة أبعاد، قانون وحدة صيغة أبعاد. عندنا كام قانون؟ عندنا 12 قانون هتحفظهم. تمام، وهتحفظ اليونتس بتاعتهم وصيغ الأبعاد بتاعتهم. تمام، وهتعرف الفرق بين الكمية القياسية والكمية المتجهة. خلصت شابتر 1 وانت مستقبل. طب هيجي يسألني ازاي؟ هتعرف في الأسئلة، وهيسألك على وحدة القياس وصيغ الأبعاد. وممكن يجيب لك قانون، يجيب لك معطيين منه، عايز معطى التالت. يعني شابتر 1 أسئلته تافهة، فاللي هو الفيزياء سهلة، بس انت اهدى عليها هتلاقي الدنيا تمام. طيب، نبدأ في أول واحدة، الفيلوسيتي اللي هي السرعة، اختصارها في. تمام تمام لحد كده تمام. طيب، الفي بتساوي دي على تي. أكيد كلنا نعرف إن السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طيب، الوحدة بتاعتي اليونت متر على الثانية، متر على الثانية، متر على الثانية. طيب، اللي هي متر ثانية سالب واحد، متر ثانية سالب واحد. متر على الثانية هي متر ثانية سالب واحد. طب هات لي صيغة الأبعاد بالمرة، هقول لك في الآخر البي دي إف، بس اكتبها لي تاني معلش عشان نبقى جاهزين. هتقول لي طب اقول لك اجمعهم لك في الاخر عشان تحفظهم يعني. في الاخر افهمها لك تجيبها ازاي. يبقى عندك ال V بتساوي دي على T، اليونت بتاعتي متر على الثانية أو متر ثانية سالب واحد، وصيغة الأبعاد ال T سالب واحد. يلا، مش هعوز لك حاجة. تمام. طيب، انت عارف ان احنا قلنا صيغة الأبعاد اللي هي M L T. طيب هنا احنا ليه هنا ما كتبناش M؟ طب ما ال M دي بنكتبها لو في كيلو جرام. هل هنا في كيلو جرام؟ مفيش، خلاص يبقى هي كانها M. عشان ممكن يجيبها لك في الام سي كيو بتاعت السرعة، يقول لك ام أس صفر ال تي سالب واحد، هي ال تي سالب واحد. تمام، هتقول لي ليه ام أس صفر؟ ما قلت لك احنا الام بنحطها لما يكون عندي كيلو جرام، هنا مفيش كيلو جرام فما حطيتهاش، بس لو جابها لك كده في الام سي كيو فانت عارف. طيب اوكي، مفيش مشكلة. كده انا عندي السرعة حفظتها، قانونها، وحدتها، صيغة الأبعاد بتاعتها فل تمام. طب تعالى نخش على رقم اتنين، الاكسلريشن، العجلة بتاعتي. العجلة بتقولي السرعة على الزمن. طب اليونت بتاعتي متر على ثانية تربيع، اللي هي متر ثانية سالب اتنين. هتقولي على طول صيغة الأبعاد ال تي سالب اتنين. هتقولي ما كتبتش ليه ام؟ هقولك فين الكيلو جرام عشان اكتب ام. اعتقد كده فهمت، ولو ما فهمتش يا عم مش هقولك روح عيط، اعيدها لك تاني. احنا بنكتب بنكتب ام لو عندي كيلو جرام، وهتعرفها بعدين في الوحدات اللي جايه. تمام تمام يا عم تمام. لو انت ما فهمتش يعني اللي انا قلته لحد دلوقتي، يبقى انت بني ادم براس بوبي. تمام، ترجمها بقى. تلاتة، الفورس القوة اللي هي اف. الاف طيب بتساوي ام في ايه؟ ام كتلة، ايه عجلة، او ام في عجلة الجاذبية. عجلة ايه؟ الجاذبية. طب اليونت بتاعتي كيلو جرام متر ثانية سالب اتنين، كيلو جرام متر ثانية سالب اتنين، او نيوتن، او نيوتن. يبقى أنا عندي وحدتين للقوة، كيلو جرام متر ثانية سالب اتنين او نيوتن، كيلو جرام متر ثانية سالب اتنين او نيوتن. طب هتقولي صيغة الابعاد هنا عندي كيلو جرام، نزل الام ال تي سالب اتنين، ام ال تي سالب اتنين هي صيغة ابعاد القوة. الكلام ده كله بتاع اولى ثانوي، الترم الاول او الترم التاني مش فاكر. انا حرفيا كنت بغنيهم يعني حافظهم اغاني، فهتلاقيني بغني معاك ما بتضحكش عليا. طيب، بعد كده المساحة، الاريا اللي تربيع، اليونت بتاعتها متر تربيع، كلام فاضي. طيب، الفوليوم الحجم بتاعي التكعيب، اليونت بتاعته متر تكعيب. هتقولي طب الدايمنشن بتاعتي، صيغة الابعاد بتاع الام تربيع. يا راجل، هتقولي ال تربيع. طب صيغة الابعاد بتاع الحجم ال تكعيب. طب هتقولي ما حطيتش ام ليه؟ مفيش كيلو جرام. ما هتقولي ما حطيتش ثانية ليه؟ ما حطيتش ال تي، يعني ما احنا كنا بنقول ال ام ال تي، ما حطيتش ليه تي. طب فين الثانية عشان احطها؟ فاوريدي ما عنديش غير ال، فانا ممكن اكتب لك ام اس صفر ال تربيع تي اس صفر.
هتقول لي دي صيغة المساحة، وهكذا مع الحجم. طيب المومنتوم كمية التحرك دي، معلش انا مكتوبة غلط، دي يو، مش ايه. كمية التحرك، ما علينا، يعني كمية التحرك بتساوي ايه يا عمنا؟ ام في في، كتلة في سرعة، كتلة في سرعة. طيب ممكن يسألني في الام سي كيو يجيبها لك ازاي؟ يديك مسافة وزمن، تمام، يديك مسافة وزمن تجيب منهم السرعة، ويكون مديك كتلة ويقول لك احسب لي كمية التحرك. شايف؟ يعني تشغيل دماغ، بس اللي هو مفيش يعني، ما هو مديك يعتبر السرعة بس بطريقة غير مباشرة، مديها لك، مديك المسافة ومديك الزمن مثلا، ولنفترض، فانت هتقول له المسافة على الزمن تساوي السرعة، ويكون مديك الكتلة تضربها في السرعة اللي انت جبتها، تجيب المومنتم بتاعت اللي هي كمية التحرك اللي هي ام في. طب اليونت بتاعتي كيلو جرام متر ثانية سالب واحد، كيلو جرام متر ثانية سالب واحد، كيلو جرام متر ثانية سالب واحد، كيلو جرام متر ثانية سالب واحد. كرر هتحفظ، كيلو جرام متر ثانية سالب واحد. طب صيغة الأبعاد، كيلو جرام يبقى نزل ام، طب عندي ام نزل ال. طب ثانية سالب واحد تي سالب واحد، ام ال تي سالب واحد. اوريدي لو انت حفظت وحدة القياس فانت حفظت صيغة الابعاد، سهلة، تمام، عارفين يعني الموضوع سهل، الموضوع بسيط. طيب رقم 7، الورك، الشغل بتاعي نرمز له بدبليو. الدبليو بيساوي اف في دي، قوة في مسافة او ازاحة، قوة في ازاحة. طيب اليونت كيلو جرام متر تربيع ثانية سالب اتنين، كيلو جرام متر تربيع ثانية سالب اتنين، او الجول. طب صيغة الابعاد بقى يا عم، خلاص زهقنا، ام ال تو تي سالب اتنين، زهقنا بقى خلاص، يلا عدي. طيب هتقولي بعد كده عندي طاقة الحركة، الكي اي بتساوي نص ام في تربيع، نص ام في تربيع، نص ام في تربيع. هتقولي كيلو جرام متر تربيع ثانية سالب اتنين، وهو ما الشغل هي الطاقة، نفس وحدة القياس. اقولك اه، بس الفرق ان عندك الشغل ليه وحدة قياس تانية اللي هي الجول، تبقى عارف انت بصيغة الابعاد ام ال تو تي سالب اتنين. طيب طاقة الوضع البي اي، والله هي البي اي هتساوي ام جي اتش، الام كتلة، الجي على الجاذبية، الاتش الارتفاع، اليونت كيلو جرام متر تربيع ثانية سالب اتنين. يبقى صيغة الأبعاد ام ال تو تي سالب اتنين هي. رقم 10، البريشر اللي هو الضغط، بي بتساوي اف على ايه، اف قوة، ايه مساحة. طب اليونت كيلو جرام متر ثانية سالب واحد ثانية سالب اتنين، كيلو جرام متر ثانية سالب واحد ثانية سالب اتنين. والبريشر مهم وهيجيبه في الامتحان، تمام، هيجيب لك الدايمنشن بتاع البريشر في الامتحان. كلامي مسموع، براحتك. يبقى ام ال سالب واحد تي سالب اتنين، دي صيغة الأبعاد بتاعت البريشر وهتيجي في الفاينل. طيب الاسترس، الاسترس هي نفس القانون، اف على ايه برضو، اللي هو الاجهاد، وده اليونت بتاعته هي بينها كيلو جرام متر ثانية سالب واحد، كيلو جرام متر سالب واحد ثانية سالب اتنين، وصيغة الابعاد هي. طيب السترين اللي هو الانفعال، ده ليس لها وحدة، ليه؟ لان انت بتقسم دلتا ال على ال، فاوريدي بتقسم نفس الحاجة على نفس الحاجة، فما عندكش وحدة قياس كده. انت خلصت. طب المهم في ال 12 دول، هقول لك رقم 11 و12 ليس لهم أهمية كبيرة يعني، بس ممكن يقول لك الاسترس، يعني ممكن يلعب عليك لعبة، ما يقولكش البريشر، يقول لك أنا عايز وحدة قياس الاسترس أو الدايمنشن بتاع الاسترس. طب ما هي بتاع البريشر، فاهم؟ طيب ايه المهم تاني؟ الطاقة، طاقة الحركة وطاقة الوضع والشغل والكمية التحرك والقوة والعجلة. فاللي هو يعني البي دي اف ده، يعني انا مختصر عليك الكتاب بكل يعني مختصر عليك الكتاب اختصار رهيب. طيب بعد كده هناخد حاجة بسيطة هي مش موجودة في الشابتر ده، موجودة في الشابتر اللي جاي، بس يعني بالمرة، الكميات القياسية والكميات المتجهة. وانت عارف يعني ايه الفرق بينهم من اعدادي وثانوي، ومش محتاج اقول لك، بس هقول لك الفرق. السكولر يعني قياسية، طيب الفيكتور يعني متجهة. طيب
الكميات القياسية اللي هي السكولار كوانتيتيز دي بتحتاج ايه؟ بنحتاج ان انت تحدد قيمتها فقط، يعني انا عايز القيمة بس. تمام، انا عايز القيمة، القيمة، القيمة. طيب زي ايه؟ ما قلنا كتير بقى، كتلة، طول، قدرة اللي هي الباور، السبيد السرعة، الانرجي الطاقة، الاريا المساحة، الفوليوم الحجم، البريشر الضغط، الورك اللي هو الشغل. تمام، مهمين. يجيب لك في الام سي كيو شويه 4 اختيارات ويقول لك انا عايز منهم الكميه مثلا. السكولر اللي هي القياسيه، هتختار القياسيه، يكون جايب لك 3 فيكتور، 3 متجهه وواحده قياسيه تختارها. او العكس بقى، يجيب لك يكون عايز منك كميه متجهه ويجيب لك 3 قياسيه واحده متجهه. اللي هو يعني حاجات كده ايه، يعني حفظت خلصت نهيت على شابتر. يعني الشابتر ده ان قعدت عليه ربع ساعه هتشمله. تمام. طب الكميات المتجهه مش محتاجة، ما هي الكميات القياسية قلت لك قيمتها فقط، لازم نعرف قيمتها دي، لا، لازم نعرف المقدار والاتجاه، لازم تعرف المقدار بتاعي والاتجاه. تمام. طب زي ايه؟ زي الدايركشن، زي الفيلوسيتي السرعة، زي الاكسلريشن، مومنتوم، الفورس، ديسبيسمنت، يعني ديسبيسمنت يعني الازاحة. فاللي هو انت بتحفظ، انت بتحفظ. تمام يا عم، تمام. طيب تعالى بقى، اخر حاجة او اللي احنا خدناها صيغة الابعاد، الدايمنشن. يبقى دايمنشن يعني صيغة، لما يسألك في الامتحان دايمنشن هي صيغة ابعاد. طيب تعالى نقولهم تاني على السريع، احنا قلناهم، عرفتك انت إن حفظت هتعرفه، يعني انت يعني حفظت وقت القياس هتجيب. طب اللينس ال، طب الماس ام، التايم تي، الاريا تي ال تربيع، الفوليوم ال تكعيب، السرعة ال تي سالب واحد، اكسلريشن ال تي سالب اتنين. طيب المومنتوم ال تي سالب واحد. طيب الفورس ام ال تي سالب اتنين. طيب الانرجي الطاقة ام ال 2 ام ال تي سالب اتنين. تي سالب اتنين دي معمولة بس مني سهوا يعني، لأن احنا حلناها يعني. ام ال 2 ام ال 2 تي سالب اتنين. طيب بعد كده البريشر الضغط ال سالب واحد تي سالب اتنين. مهم. طب الورك ام ال 2 ام ال ام ال 2 تي سالب اتنين، دي سالب اتنين. تمام. ناخد بالنا من التعديلين دول، واعتقد انت لما تيجي تراجع البي دي اف هتحلهم مع نفسك يعني. لما تكون حافظ الوحدات هتلاقي نفسك عدلتهم. واهو انا عدلتهم في الفيديو، اهو عدلتهم عشان محدش يقول لي انت كاتبهم غلط. تمام، ده سهوا مني، وانا يعني وانا بحل لك هنا اهو، وانا بجيب لك وحدات القياس جايبهم لك صح اهو، جايبها لك صح. الطاقه اهو جايبها لك صح. بس يعني وانت بتكتب لا اراديا كده يعني تحس يعني، بدل ما اكتبها اتنين كتبتها 3، بس صححتها لك اهي. وهنزل لك تصحيح على الجروب تاني عشان بس الناس اللي بتزيد بس. يا اسطى ذاكر، انت بتعمل ايه ولا بتهبب ايه ولا بتنقل ايه؟ ذاكر يا اسطى. طيب كده انا اقدر اقول لك ان احنا خلصنا شابتر 1 بكل تفاصيله حرفيا، يعني انا كده ما سبتكش كلمه فيه. اللي عليك ان انت تحفظ الكلام ده كويس، الصيغ انت احفظ الوحدات، اوريدي حفظت الصيغ، وتحفظ لي يعني ايه متجهه، كميات متجهه يعني ايه كميات قياسيه، وكده تكون قفلت شابتر 1. هنزل لك بقى حل حوالي 10 أسئلة أو 12 سؤال على شابتر 1 من الكتاب، كل أسئلة شابتر 1 من الكتاب. كده أنت باشا في شابتر 1، وتخش الامتحان مش هيقف قدامك سؤال في شابتر 1. المهم بس تدعيلي بس. كده خلصنا. لو مش مشترك في القناة اشترك، علشان لو أول ما ينزل فيديو مش محتاج أنزل لينك على الجروب، فعل الجرس، أول ما ينزل الفيديو هيجيلك إشعار إن الفيديو نزل. بس ومش عايز تشترك برضو متشتركش، فلو ليك مطلق الحرية. تمام، بس طالما انا بفيدك فيدني. تمام. بس يا عم خلصنا شابتر 1. يلا مع السلامة.